ايه ولا اللي موقفك كده؟ مستنياك. في حاجه ولا ايه؟ عايزاك على حاجة. هو انت اغلى ولا مليون جنيه؟ مش فاهم يعني ايه. يعني هما لو جم خيروك ما بين فهد البطل ولا مليون جنيه هتختار ايه؟ لا دي حكايه دي. اختار المليون جنيه. او اي واحدة مكاني كان زمانها قالت زيك كده، بس انا بختارك انت. عارف ليه؟ انا اول يوم شفتك فيه وانا دايبه فيك ومش عايزه غيرك. يا بنت الكلام الخابي اللي انت بتقوليه ده، ما تفوقي. انا جوز اختك. اختي هي اللي خطفتك مني. انا اللي حبيتك الاول، بس هي بقى ازاي وازاي ولا تاخد حاجه هي عايزاها، فالكناري راحت اتطفست فيك ونصبت لك شبكه ووقعتك. وخليك فاكر انا اللي وعيتك الحوار بتاعها، ها؟ لما هي كانت مغفلاك. شاربه حاجه؟ لا شاربه ولا مبلبع. عشان كده عايزك تطلع كناريا وتتجوز. بعدين لو على كناريا يعني ما تخافش، هي كانت عايزاك على جوزها الاولاني لما هتسال عليك، بس هي طبعا قعدت تقول لك ان هي ما كانتش بتحب جوزها الاولاني وكده، صح؟ وانت يا عيني دخلت عليك واشتريت. اقطمي يا ولاء، اقطمي. شيلي الكلام ده من راسك وما تخليش الشيطان يهيألك حاجات ما حصلتش. انا بحب كناريا من قبل ما اعرفك، وانت دلوقتي زي اختي الصغيره، يعني متحرم عليا. انا مراعي قله العقل اللي انت فيها عشان سنك الصغير. تعالى عشان بقول لك بحبك يا فهد. انا بقول لك ما يضايق. تضرب يا فهد. واكسر دماغك لو هوبت ناحيه الكلام ده تاني. واحد غيرك انا هودك، بس مش انا. انا مش هحكي الكناريا اللي حصل عشان ما تنزليش في نظر اختك، بس اللي جوه راسك ده تنسيه. تنسيه. ماشي يا فهد، بشوقك.